السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وادي ان شاء الله راح ندير لكم محنا يعني انا دارنا يما واش نديرو في المناسبات. طبق يعني حنا نسموه رفيس، لكن يجي مالح. حنا نسموه رفيس، ناكلوه مالح كيما ناكلوه حلو، يعني نديروا له مرقه ناكلوه مالح، نديروا له حسل والزبده ناكلوه حلو. هو يشبه بزاف شخشوخه البسكره، يعني شبه كبير، فقط حنا نديروا له مرقه بيضاء. واش نحتاج الاول؟ اول حاجه نبداها هو العجين تاعي. ها هو دلكته مع الصباح. حقيقه انا ما ندلكش العجين تاعي ابدا. راح نعطيكم الرابط الفيديو اللي هو اسمه عجين المسمن والمحاجب بدون دلك. هذا العجين يعني الطريقه تاع الكيس المبلول، يعني ما تدوشيهش كامل بيدك ويخرج ما شاء الله، خاصه الا كان سميد شباب. نبداو بالطريقه، يعني نعملهم كويرات صغار كما رانا نشوفوا. ندلهم الزيت ونغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يريحوا، يعني العجين قد ما ارتاح قد ما يعطينا نتيجه جيده. نبداو بالطريقه. انا هنا مثلا عندي نبداو بالزيت عادي. مثلا هنا عندي الطاجين تاعي صغير، اذا واش ندير؟ ما يعني كي الطاجين تاعي صغير ندير 3 خبزات فقط. لكن اللي عند هذاك المري الكبير اللي طيب فوق الطابونه يعني نديرو حتى 5 خبزات. اذا ندير الاولى نفتحها بهذه الطريقه كما رانا نشوفوا، نديرلها شويه تاع الزيت. يعني شوفوا العجين تاعنا روعه. طبقوا الطريقه فقط، يعني ما فيهش كامل التعب. كيما نمت مع الصباح لميته فقط، درته في الكيس، خليته ارتاح، يعني خدمت شغلي ومن بعد عاودت رجعت ليه، عاودت درت له كيس واحد اخر، يعني عاودت غسلته 3 مرتين. تصيبيه بهذه الطريقه، يعني ما فيش التعب. حنحط لكم الرابط باش تشوفوا الفيديو بالتفصيل. اذا نزيد الثالثه. كما قلت لكم تشبه بزاف يعني هذه الاكله معروف بها الولايات الوسطى للجزائر يديروه. اذا ندير بهذه الطريقه. هنا راهم 3. الان هاد 3 نفتحهم كامل مع بعض. دائما نبازو على هادو الطرف باش ما يجيناش العجين خشين فيهم بزاف، ونطيبوه مباشره. نوري لكم كيفاش نطيبوه. اذا هنا ها هي المقله تاعي تسخن، نديرلها شويه تاع الزيت، ما نكثروش بزاف الزيت لاننا رايحين نفتوه، هذا ماناش رايحين ناكلوه. ونديرو في الطاجين يطيب. كما قلت لكم يكون عندكم طاجين كبير راح تجيكم نتيجه احسن. نسموه حنايا نسموه المري. الان كل منطقه وكيفاش يسموه. هنا ما يهمكمش الشكل، الا جاكم الشكل معوج لانه رايحين نفتوه، يعني كما جانا الله يربح. نديرو شويه تاع الزيت من الفوق ونطيبو. كما رانا نشوفوا طيبوه مليح. يعني انا نهار اللي نديرو، يعني ولادي ما نكذبش عليكم ياكلوه هكذا، يعني ما ياكلوش بالمرقه ولا مفتت. يحبوا بزاف هذا النوع تاع المخبوزات المسمن. المعارك هذا يعتبر معارك، حنا نديروه معارك من بعد نفتوه. اذا نكمل نطيبهم كامل بنفس الطريقه كما رانا نشوفوا. نطيبهم كامل ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. اذا هنا حنايا كي يطيب كما راكم تشوفوا مازالو سخون، نحكموه ونفتوه. حنا نحبوه شويه خشن، ما نرقوهش بزاف، بهذه الطريقه نفتوه. وكاين بعض المناطق يعني يطحنوه اكثر من هكذا، يديروا ارق من هذا. يعني كاين واحد الكسكاس يعني سبيسيال خصيصا لهذا، ويتباع غير في هذيك الولايه، يعني خصيصا للرفيس هذا الرقيق. حنا نحبوه هكا خشين يعني بهذه الطريقه. اذا نفتوه كامل. كيفاش نديرو؟ يعني نجتمعوا العائله، وحده تطيب وحده تفتت، يعني والله غير متعه هذه الايام المباركه، يعني نجتمعوا فيها.
ويجي سهل التفتات تاعو لانه العجينه مليحه. ها هو امامكم، هو سخون نحكمو نفتو. اذا راح نكمل انا كامل العمليه مع الخبزات تاوعي، نفتوه كامل ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. ها هو الرفيس تاعي بعد ما فتتوه كامل، نفتوه كامل كيف ها هو تحصلت عليه. الان نخليه بجه ونجوزو باش نحضروا المرقه مع بعض. الان نبداو نديروا المرقه مع بعض. واش راح ندير الكميه تاع الزيت، وندير طرف تاع الدجاج. يعني الرفيس حنا عندنا يجي بالدجاج ما يجيش باللحم، نديروا طرف تاع الدجاج حسب الرغبه. ونقلي مليح هذاك الدجاج باش نكمل الخطوات المواليه. بعد ما تقلى الدجاج تاعي نزيد له حبيبه تاع البصل تكون مسكرفجه. يعني من اسرار المرقه تاعك باش تجيك خاطره هو انك البصل تسكرفجيه. نخليهم يتخلاو. هنا واش راح نزيد الخضره تاعي. هنا راح ندير انايا اللفت، الزروديه والكورجات. لكن الكورجات يعني اللي هي القرعه ما نديرهاش دوكا، كي تدخل لها طياب يعني نص طياب هذه الخضره راح نزيد الكورجات. اذا ندير اللفت والزروديه، ندير الملح نملحهم، التوابل واش نحتاجو فلفل اسود، والقرفه تاع العود هذا واش نحتاجو. ها هي نقسمها على 2 ونديرها ونقلي الكل مع بعض. نخليهم يتقلاو مليح. اذا هنا واش ندير، نمرق الخضره تاعي. هنا كي تدخلها طياب الخضره ما تنساوش نزيد لها الكورجات. هذه المرحله ماشي راح نصورها، نهضر عليها فقط. نزيد لها الكورجات. اذا الان نرمي الحميصه تاعي يعني طايبه تقريبا كليا، خاصها شويه فقط. نزيدها معهم الطيب ونغلق عليها ونخلي الخضره تاعي كامل الطيب حتى تختار، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا بعد ما طابت المرقه تاعي، صفيت الخضره تاعي، صفيت الدجاج، نحكم هذا الرفيس تاعي ولا الشخشوخه يعني يسموها، يعني عبر الوطن تاعنا يسموها الشخشوخه. ها هي بعد ما فتتها نديرها في الكسكاس ونديرها تفور حوالي ربع ساعه ولا، ونرجع لكم فيما بعد. هنا بعد ما فورت الشخشوخه تاعي ها هي راهي سخونه. اذا ندير لهم شويه تاع الزبده نريحها، نمشيها كامل مليح. راهي سخونه من بعد نستعملوا يدينا. اذا ندوب مليح، ندخلها مليح في الرفيس تاعي ونلتقي فيما بعد. اذا ها هو الشخشوخه تاعي بعد ما درت لها الزبده ها هي امامكم. هنا نبدا التزيين تاع الطبق تاعي. نبدا بالخضره، اللفت كما قلت لكم الخضره اللي صفيناها، الزروديه والكورجات، ونديرو بالتناوب. تزيين دائما اختياري، يعني احنا دائما الاطباق تاعنا التقليديه نحبوهم بهذه الطريقه نقدموهم. يعني هاد الاطباق النوع تاع الاطباق يحبوا الملمه، يحبوا العائله الكبيره، هكذا نفرحوا اولادنا العائلات تاعنا وعلاش لا. اذا بهذه الطريقه نحب ان هاد الاطباق المتنوعه يعني تعجبني، خاصه الخضره تعطينا مذاق وتمدلنا لون. نحط الطرف تاع الدجاج تاوعي في الوسط بهذه الطريقه.
وندير الحميصه تاعنا نشبحوا بها الطبق تاعنا. نزيد هذوك العواد تاع القرفه حتى هما نشبح بهم في الوسط كما رانا نشوفوا. ونزيد البيض المغلي بطبيعه الحال بلا ما ننساو. بسم الله. اذا نكمل نزيد الطبق تاعنا ونلتقي فيما بعد. اذا ها هو طبق الشخشوخه تاعي واجد، يعني الرفيس تاع منطقه الوسط. نتمنى انها تعجبكم الطريقه. كما قلت لكم تشبه بزاف شخشوخه المسكره، لكن متنوعه حاجه قليله فقط في المرقه. ها هي الشخشوخه تاعنا واجده، وها هي المرقه تاعنا درتها هنايا في غرفيه، وزينت يعني الطاوله تاعي بالشمعه بما انه مولد النبوي الشريف. نتمنى يعني يجوز علينا كامل بالصحه والهنا، ونتمنى كامل الامه الاسلاميه يعني كامل بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ولا عجبتكم الوصفه ما عليكم غديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.